ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا شايفين الحلاوة والطعامة. تعالوا نعملها سوا. زي ما شايفين كده معايا بيضتين، حطيتهم اهو. طبعا حطيتهم في الطبق الاول عشان احط عليهم الفانيليا زي ما شايفين اهو. ممكن تحطي بودرة عادي جدا، بس انا بفضل دي اكتر يعني السايلة. بحطها في الطبق زي ما انتوا هتشوفوا كده. طبعا قلبت كتير قوي، حطيتها اهو. وحطيت نص كوباية سكر، بس ده سكر بودرة. تمام. وحطيت كوباية قهوة، ممكن تحطي نسكافيه عادي جدا، بس اي نسكافيه غير النسكافيه لانه مقطع زي ما انتوا عارفين. حطيت عسل اسود بدل سكر بني. مفضلش خالص السكر بني في البراونيز او الكوكيز او الحاجات دي، لان بحس طعمه مش قد كده. فحطيت عسل اسود. انتي ممكن تحطي سكر بني عادي جدا اللي تحبيه يعني. فضلت اقلب كده زي ما انتوا شايفين. قلبت كتير يعني، ممكن تقلبي بالمضرب اليدوي برضو، بس انا استسهلت اهو زي ما انتوا شايفين. حبة حلوين. وهنا كانت معايا شوكولاتة خام، ممكن اي شوكولاتة انتي عايزاها ممكن تحطيها. حطيت لبن وبعدين حطيتها في الميكرويف يجي دقيقة وساحت اهو زي ما انتوا شايفين. ونزلتها على المكونات اللي انا عملتها كلها اهو. وبعدين قلبت كله بقى زي ما انتوا شايفين اهو. هنا بقى انا حطيت كوباية دقيق، وحطيت كاكاو وبيكنج باودر. بس ما تزوديش الكاكاو، لان الكاكاو طبعا انتوا عارفين ان هو بيبقى خام فبيبقى طعمه مش قد كده. فما تكتريش، هي يعتبر معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة. وقلبت اهو زي ما انتوا شايفين. شايفين القوام عامل ازاي؟ طبعا ابن اختي والشوكولاته، طبعا انتوا اكيد عارفين الاطفال اهو. فضلت اقلب لحد ما القوام لقيته تقيل شويه، زودت شويه لبن صغيرين قوي، هتشوفوا اصلا مع بعض اهو. وقلبت لقيت القوام بقى سهل جدا اهو. انتوا طبعا شايفين اهو. عملت ايه بقى؟ حطيت الشوكولاته الشيبس دي، ممكن تجيبيها من العطار، بيبقى طعمها تحفه بصراحه. وزودت المكونات نكهه يعني، بقى طعمها لذيذ قوي بصراحه. طبعا فيها شوكولاته. المهم زي ما انتوا شايفين اهو. وجبت صينيه حطيت فيها سمنه ودقيق، انت ممكن تحطي ورق زبده اسهلك بكتير. وهنا فردتها زي ما انتوا شايفين اهو. وحطيتها في الفرن. وهنا بعد ما طلعت، وطبعا شلت الاطراف بس انا نسيت اصور للاسف. وهنا شوكولاته ماكستيلا بدل النوتيلا، عشان طبعا احنا عارفين ليه. وسيحتها في الميكرويف برضو، بس سيحتها زي ما هي، او حطيت زبده وسيحتها. ادي الشوكولاته. طبعا انتوا شايفين الحلاوه. حطي بقى كتري شوكولاته زي ما انتي عايزه اهو كده في الاخر. دي بقى شوكولاته كريمه، بس كان في دماغي حاجه اعملها زي ما انا شفتها بس ما ظبطتش معايا. بس في الاخر يعني كان شكلها حلو، هنشوف اصلا مع بعض. وطبعا سامحوني على المنظر ده، بس والله كان شكلها وطعمها حلو في الاخر اهو. شايفين؟ وهنا حطيتها في التلاجة وسبتها وقت طويل شويه، يجي ساعه ونص. سبتها كتير، بس انتي برضو ما تسيبهاش كتير للدرجه عشان ما تبقاش مجمده معاكي. وبس كده، يلا باي باي.